السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير اخواني متابعين سناب حرب. معاكم اخوكم محمد جر الله المرواني. طبعا انا من القصيم وعملي بحفر الباطن وسعيد بالتواصل معكم. طبعا البدايه يمكن من 8 سنوات او 7 سنوات، والحمد لله انا راضي عما حققت، وان شاء الله ان القادم افضل باذن الله. حربي ولي في قمه المجد مجلاس، وراسي يطول الغيم لا قلت حربي، نعم يحق لي الفخر وارفع الراس ما دام درب العز والطيب دربي. لا طبعا هذه بيتين بتويتر، ما هي قصيده كامله، بيتين بس غردت فيهم. واتصل علي الشاعر والشيخ الداعيه راجح العجم الله يبيض وجهه وجار الابيات، وزي ما شفتوا جات عليها جرايات كثيره بعد. هذه اللي يقول سايرت خلان الرخالين مليت، وجاني على قطع العلاقه هجروه، لو عشت وحداني من الزام للبيت خير من خوة قيل المروه. طبعا هذه ابياتي وجراها راجح الله يبيض وجهه، يقول انا اشهد انك صادق اليوم غنيت، لا خير في قرب الرفيج المشوه، الياب ذلت الجهد فلاش وزريت باقى المواصل قص حبله طوه. وبرضه جاتنا مجراه من الشاعر فالح بن محسن اشكره الدوسري، يقول شعوني الشعار والشعر وبديت، شيء كميت داخل الصدر جوه، تناجوا محمد وراجح وناجيت هجسا على فرق الرديين دوه. وجروها شعراء كثير، يعني انا عندي مجريات يمكن وصلت حدود 20 والله اكثر من 20 مجراه، لكن والله ما تذكرني لا. يما الدلع يجمل سلايل حوا، جددت باعذارك جميع اوجاعي، وسويت فيني شيء ما ينسوى قسم باية الله ما لك داعي. لو كل زله لجتني بينت غيبي، اصبحت مالي مع اهل المعرفه خانه، وانا اللي اخطيت في حق لصاحبي لي ماضي يستحق العفو من شانه. طبعا لا شك في عمالقه شعراء ذولي، يعني الواحد انه يستفيد منهم لا شك، لكن احيانا يجيك حتى شاعر مغمور تجيك قصيده تشد الانتباه وهو رجال يمكن ما هو معروف، فدائما القصيده هي اللي تشد ما هو الشاعر. احيانا حتى الشاعر الكبير احيانا ما يوفق ويجيب له قصيده دون المستوى اللي هو معروف عنه. الدروب اثنين وبنادم مخير، درب خير ودرب شر سالكينه، والحضيض اللي طريقه ما تغير مرضين ربه ومرضي والدينه. ولد راعي العربان يبقى من الرعيان، لو البشت في كل المحافل تقوبعها، ترى النعم ما يوخذ من السذب والبهتان، يجيب الفعول اللي يتعب مسنعها، وترى بالغ الحكمه تحصل مع الشيبان طوال السنين تعلم اللي يصارعها، وترى المنطق الطيب يخفف على الزعلان وكراهيه قلوب الرياجيل ينزعها. في الختام اشكركم واشكر سناب حرب على الاستضافه، واشكر المتابعين جميع، وسناب حرب للامانه من افضل المنابر اللي طلعت بالفتره الاخيره، وفتره وجيزه ما شاء الله حقق نجاحات باهره، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ومن من ناحيه ربعنا اللي يتابعونا اشكركم على المتابعه، وتماكنوا ما بقى من رمضان، عسى الله يعتق رقابنا احنا وياكم من النار. علاقتها حزامي قبيلة حرب لدندن الميدان، يدور الزمان وراية العز رايتها، يا شوي العز